بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي. إذا اليوم جبت لكم تحلية فلون بالفواكه، تحلية لذيذة ومنعشة وما تكلفش بزاف. إذا نبداو على بركة الله. بالنسبة للطبقة الأولى عندي 2 كأس حليب، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة نشاء، وباكي فلون فاني، وزن 54 غرام. نجيبو كسرونة ونبداو نحطو 2 كيسان تاع حليب، الملعقة الكبيرة تاع النشاء، ملعقة كبيرة سكر، وباكي فلون فاني. أنا استعملت فلون نوارة وزن 54 غرام. نحرك هذه المكونات جيدا باش يمتزجوا، وندير الكسرونة تاعي نحطها على النار ونبقى نحرك فيها حتى يعقد لي الخليط. وهنا عندي كيسان أو كؤوس، نعمر هذا الكؤوس بخليط الفلون. بعد ما نكمل نعمر كامل الكؤوس تاعي، نديهم نحطهم في الثلاجة باش يبردوا. بالنسبة للطبقة الثانية نحتاج حبة برتقال، حبتين تفاح، وحبيبات تاع الفراولة. هنا نبداو نقطعو في حبات تاع الفراولة، نقطعوهم إلى قطع صغيرة حتى نكملوهم كامل. ونفس الشيء بالنسبة للتفاح نقطعوه إلى قطع صغيرة. ونكملو قطعة البرتقال نقطعوها إلى قطع صغيرة. هنا بعد ما قطعنا كامل الفواكه تاعنا نجيبو حوالي ملعقة كبيرة من عصير الليمون، نعصروه فوق الفواكه ونخلطوهم باش ما يتغيرش اللون تاعهم. نخلطو جيدا. هنا بعد ما خرجنا الفلون تاعنا من الفريجيدار نجيبو الفواكه تاعنا نحطوها فوق الفلون تاعنا، نعمرو الكؤوس تاعنا جيدا. حتى نكمل الفاكهة كامل. ونروح نحضروا الطبقة الثالثة. بالنسبة للطبقة الثالثة نحتاج كأس ونصف عصير برتقال، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة نشاء، و3 ملاعق كبيرة فلون فاني. في كسرونة نجو نحطو الكاس ونص تاع عصير البرتقال، نزيدو فوقها ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة تاع النشاء. وعندنا 3 مغارف كبار تاع فلون فاني. انا استعملت فلون نوارة. نخلط كامل المكونات تاعنا حتى يمتزجوا لنا مليح.
ومن بعد ندو الكسرونه تاعنا نحطوها فوق النار. كي نحطوها فوق النار نستمروا في الخلط باش ما يلصقلناش الخليط في الكسرونه. هنا بعد ما عقد لنا الخليط تاعنا تاع البرتقال، نجيو نديرو فوق طبقة الفواكه. نعمرهم كامل. بعد ما عمرناهم كامل، هنا نجو الى التزيين. نزينو الكؤوس تاعنا. انا استعملت الفراولة، كل وحدة كيفاش تحب تزين. زيني بالفاكهة المتواجدة عندك، والتزيين اختياري، تقدري تزيني بأي فاكهة عندك. إذا هنا نكونوا كملنا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تنال إعجابكم وتدعموني وتشتركوا في قناتي وتديروا لي جيم وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.